السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. نجح الدولي المغربي حكيم زياش لاعب غلطة السراي التركي في معادلة رقم مواطنه يوسف الناصيري في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل ثنائية في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد أمس الأربعاء لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا. وأصبح زياش الهداف التاريخي للاعبين المغاربة في المسابقة الأوروبية مناصفة مع النصيري برصيد 10 أهداف، ومتجاوزا بذلك الدولي المغربي السابق مروان الشماخ صاحب ال8 أهداف في دوري أبطال أوروبا. يشار إلى أن حكيم زياش ساهم في تعادل غالاتا سراي مع مانشستر يونايتد ب3 أهداف ل3 بعدما سجل ثنائية وقدمت تمريرة حاسمة واحدة في المباراة التي جرت أطوارها على أرضية علي ساميين. كما تواجد الدولي المغربي حكيم زياش لاعب غالاتا سراي التركي ضمن التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا. وجاء اختيار حكيم زياش نظيرا لأدائه المذهل الذي قدمه يوم أمس رفقة فريقه التركي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث تمكن من تسجيل هدفين من ركلتين ثابتتين إضافة إلى تمريرة حاسمة في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي. ونشر الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي إكس التشكيلة المثالية، والتي تضم كذلك كل من جود بيلينغهام ريال مدريد وجواو ماريو بنفيكا.